السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده بقى انا جايه قلت اعمل بيتزا من غير بقى لا لبن، لا لبن بودرة ولا لبن سايب ولا زبادي ولا اي حاجه. انا هعملها بميه دافيه بس. انا جبت كوبايتين ميه دافيه، يغلي كده ميه من الكتل او دفي ميه. خليت منك نصاص الكوبايه، المهم كوبايتين ميه دافيه. والمقدار زي ما انت ما عايزه. انا كوبايتين كوب عشان كبار بتوعي خدوا مني كيلو دقيق. انت ممكن تقللي الكميه بتاعتك، ممكن تحطي كوبايه واحده بس وتنزلي بالدقيق تدريجي عليه لحد ما ايه، العجينه تظبط معاكي. فانا حطيت كوبايتين ميه دافيه. حطينا اول كوبايه وهننزل بالتانية دلوقتي. تمام كده. وهنجيب الخميره، هتحط لها معلقتين خميره، يعني صغيره بس مش صغيره او تكون مليانه كده. بس انا المعلقه اللي معايا دي كانت صغيره، فانا حطيت منها 3 معالق. الميه الدافيه بتخلي الخميره تتفاعل بسرعه. وهنحط لها معلقه سكر عشان برضو السكر مع الخميره بيخليهم يتفاعلوا على طول مع بعض. ونديهم تقليبه كده حلوه، ونسيبهم بقى على جنب لحد ما نحضر الدقيق اللي احنا هنشتغل بيه. بصوا بقى كده، انا كان عندي كيس مفتوح من نفس النوع برضو. كانت كوبايه وحبه كده اللي انتوا شايفينهم واقعين دولت، بس نفس النوع. مرضتش ان افتح كيس واخلي فيه ده حبه وده حبه، فاخدت الحبه اللي فيه الكوبايه دي. وهنفتح التاني نفس النوع برضو ونكمل بقى منه ايه، الدقيق اللي احنا عايزينه. انا قعدت اظبط كده بالمقدار ومش عارفه ايه، وفي الاخر انا حطيت اصلا كيلو دقيق. بس اهم حاجه تنزلي بالتدريج، مش مره واحده عشان ما تعكش الدنيا. الكيس دوت بيبقى كيس جوه كيس كده، يعني كيسين في بعض زي ما انتوا شايفين. كده انا نزلت ب3 كوبايات في الاول. لم بقى الدنيا اللي حوالينا اتبهدلت دي. هنسيب بس جنبنا ايه الكوبايه اللي احنا كنا بنعاير بيها والمعلقه. نجيب الخميره بعد ما ارتاحت بقى حبه كده، يعني دقيقتين 3 على ما بس نحضر الدقيق. وكده كده احنا بنسيب الخميره العجين بعد ما بنخلص ان هو يخمر حبه ويرتاح. نزلت بقى بكميه دي كلها. طبعا هتبقى محتاجه طبعا دقيقتين كتير جدا، بس احنا بننزل بالتدريج عشان الدقيق ما يكلكعش في حته والكلام دوت يبقى كله بس ايه مندمج مع بعضه. يعني بقى طول ما هو لسه سايل كده بالمعلقه. هنجيب بقى الزيت، هنحط ربع كوبايه من الزيت، نفس برضو مقدار الكوبايه اللي انت تشتغلي بيها. انا كوبايتي كبيره، انت ممكن تكون كوبايتك صغيره، بس زي ما بقولك هي ربع كوبايه زيت بس على الكيلو دي اللي انا عملته. برضو بعد ما نزلنا الدقيق الزيت، قلبنا كله مع بعض ودمجناه كده مع الكميه اللي كنا حاطينها في الاول. في ناس بتعمل ايه بعد ما بتخلص خطوه الزيت دي، بتسيب العجين يعني ايه يخمر شويه مع الكميه دي، ويرجعوا يعجنوا تاني. بس احنا وبعد كده يسيبوها تخمر تاني. طب ما احنا ننجز، وفي الاخر هي هتخمر اصلا مره واحده وخلاص، بدل ما كل شويه نفضل نضيع في الوقت دوت
بدل ما تعملي البيتزا في ساعتين هتعمليها في 5 6 ساعات. فاحنا ايه هنعمل كله مره واحده وبعد كده نسيبها تخمر براحتها. بصوا انا طول ما كده يعتبر ايدي نطفت خلاص ما بتلزقش، بس احنا لازم نسيبها تلزق سنه كده، يعني يكون فيها سنه تلزيقه عشان تطلع معاكي طريه وحلوه. لو كترت الدقيق وخليتي العجينه تبقى ناشفه هتنشف منك و... وهتطلع مش طريه. لكن انا حتى لما كنت عامله في الاخر هتشوف في الفيديو كان في يعني واحده عاملاها رقيقه بس برضه طريه مش ناشفه. لازم تكون بتلزق في ايدك كده، متلزقها مش قوي بس لازم يكون فيها سن التلزيق. هنحط بقى شويه زيت كده في العلبه بتاعتنا او في الطبق بتاعنا. بس برضو بتلزق شويه اهي مش مشكله، اهم حاجه ان العجينه بقت معانا حلوه واتلمت، عشان دي ما ينفعش تبقى ناشفه. احنا مش بنعمل رقاق عشان تبقى عجينه ناشفه. عجينه البيتزا لازم تكون طريه وتكون بتلزق منك حاجه بسيطه جدا. كده بقى خلاص احنا هنسيبها ترتاح شويه، ساعه ساعتين 3 براحتك حسب وقتك انتي. يعني انت لو مثلا بتروحي شغلك وعندك وقت الصبح انك انت تعمليها وتسيبيها تخمر لحد ما تروحي وترجعي عادي. ممكن على فكره بالليل الصبح في ناس بتحطها في التلاجة وتسيبها. انا مجربتش قبل كده الحركه دي بس شفتها كتير وسمعت كتير يعني تبقى يعني حاجه ناجحه وكويسه. بس احنا عشان الفكره بتجيلنا في الاكل في نفس التوقيت، مش بنفكر في اللي احنا هنعمله بكره او بعده، احنا بنفكر هنعمل ايه النهارده. طب هنعمل ايه بكره. لكن للايام اللي بعد كده احنا مش بنفكر فيها. الحمد لله احنا في ايه بنعيش اليوم بيومه. والفكره دي جات لي وانا قاعده كده ان انا اقوم ايه اعمل البيتزا، وكان عندي الحمد لله كل حاجه، ما جبتش اي حاجه من بره. بتبقى بصلايه قطعتها مكعبات وحطيت عليها شويه زيت. والطاسه التانية اللي اتحرقت وباظت دي مش مني والله، ما مني، كل الحاجات اللي بتبوظ دي مش مني عشان عارفه انا بستعمل ازاي. لكن من الاسف من مامتي، هي اللي بتستعمل حاجه وهي مش عارفه ان دي ممكن تتحرق او دي تبوظ فهي باظت منها خالص. فانا عشان نعمل بقى صلصه البيتزا بتاعتنا. انت لو عندك صلصه طماطم اللي هي العلب الصلصه المعلبات دي، ممكن تعملي منها معلقتين 3 حسب الكميه اللي انت برضه هتعمليها، وعليهم حبه زيت من غير ما ترفعيهم على النار، وبق ميه صغير خالص، وتحطي بقى ايه الحاجات اللي احنا هنحطها مع بعض دلوقتي. فانا الصلصه اللي في الطاسه دي ضربتها في الخلاط عشان انا مش عندي علب مجهزه. وكل مره بقطعها مكعبات كده واعملها، فما رضيتش اقطعها مكعبات، قلت ايه خليها سايحه خالص كده عشان العيال ما تطلعهاش من البيتزا. وفي الطاسه التانية دي احنا قطعنا البصلايه خلينا ندبل شويه. كان عندنا بقى بانيه كنت جايبه قبل كده في فيديو معاكم لما كنت جايبه الوراك، لو في حد شاف الفيديو فاكرين كنت جايبه نص كيلو بانيه. انا شلت منه على عددنا كل واحد واحده، والباقي دوت انا قطعته، قلت ايه نحط على واحده منهم نعمل واحده بس كده بالشاورما، يعتبر شاورما يعني. والباقي نحط عليهم جبن وفلفل وزيتون ونشخلعهم وندلعهم بأبسط حاجة عندك في البيت تعمليها. يعني مش شرط يكون عندك كميات، والله عندك لحم مفرومة بقى منك حتة كده زيادة ولا معلقتين حطيهم. زي ما قلت دي والله العظيم 3 حتت بانيه بالظبط صغيرين قاعدين قطعتهم واعمل لك منهم صينية بيتزا. عندك جبن ما عندكش جبن ممكن تجيبي لانشون بأقل كمية، وتقطعيهم كده مكعبات صغيرة وتحطيهم عليهم شوية جبنة وشوية زيتون حتة فلفل اللي عندك هتعمليه وهتاكلوا وهتتبسطوا ومن غير اي تكلفة. والله العظيم كل الحاجات دي كانت عندي في البيت، انا ما اشتريتش حاجة من بره، ده اللي شجعني ان انا اعملها يعني. والجبن الجبنة الموتزاريلا دي انا كل ما بنزل ومثلا اخش من المحل اللي انا بشتري منه الجبنة دي بقوم جايبة طبق، بتبقى اطباق جاهزة كده، اجيبه واقوم ايه رميها في الفريزر وقت ما احتاجه ونطلعه. بس انا كده حطيت ايه للتوابل اللي في التوابل بتاعت الصلصه، حطينا ملح حطينا فلفل اسود، وبحط زعتر. اهم حاجه بقى الزعتر مميز جدا 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 في البيتزا يا جماعه، عشان تحسي ان انت تاكلي بيتزا ايطالي كده، مش بيتزا بقى بتاعتنا احنا بتاعت البيت. بس بتطلع والله العظيم الزعتر فيها بيديها طعم مختلف جدا جدا جدا. فانا حطيت 3 معالق صغننين من المعالق الصغيره بتاعت التوابل زعتر وملح والفلفل الاسود، وحطيت معلقه توم كده مفروم، ونقلبه بقى كده كله في بعض.
وبرده حطينا للشاورما بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه زعتر، مش هنكتر اكتر من كده لان الصلصه واخده كل التوابل، وكل دوت في الاخر بياخد طعم واحد، يعني كله بيندمج مع بعضه. قلبنا الصلصه كده وبقت جاهزه معانا لحد ما تتسبك، وتلاقيها بقى ايه اللي هي قربت شويه تنشف، هتشوف شكلها في الاخر هيكون عامل ازاي. والبانيه هنسيبه برضو كده يتشوح شويه. نعلم بقى حاجاتنا دي ونروح نقطع الفلفل. كنت قطعت هنا الفلفل وقطعت البصل. برضو انا كل ما بروح السوق بقوم جايبه واحده كده وواحده كده واخليهم في التلاجة، مش بجيب بكميه عشان خاطر ايه ده بيدبل، واحنا استعملنا مش كتير في الحاجات دي يعني. فبجيب واحده وواحده، ولما باجي استعملهم باخد من كل واحده يعني اللي أنا على قد ما انا عايزه. وقطعت برضو بصلايه حلقان كدهوت او دواير زي ما بتسموا. انا بحب البيتزا يكون عليها بصل. وكان عندي زيتون بقاله قرن والله، بقاله كتير جدا، بقاله شهور في التلاجة، بس اللي محافظ عليه الميه اللي بتاعته اللي هو المحلول اللي هو جاي فيه. وكنت حاطاه في التلاجة ما حصلوش اي حاجه خالص، طعمه مفيهوش اي اختلاف، هو بس حادق شويه. كان حقيقي اللي انا شلت الميه بتاعته وحطيت ميه تانية، بس انا سبت في ميه الملح بتاعته عشان ما يحصلوش ايه ان هو يبوظ ولا اي حاجه. فخليت الزيتون بتاعي قطعته، والصلصه بتاعتي خلاص بقت جاهزه زي ما انتم شايفين، بصي تقلت ازاي. والشاورما اللي انا حضرتها هي جاهزه، وكل حاجه بقت جاهزه معانا. هنيجي بقى ايه بالعجينه بتاعتنا. خمرت شويه، لو كنت سبتها اكتر كانت خمرت اكتر، بس احنا خلاص بقى ما كناش العيال ما كانش قادر يستحمل اكتر من كده. هو كده كان عدى عليها ساعه، بس الجو كان تلج امبارح والنطره وسقعه سقعه، انا مبقتش عارفه ادفيها فين. فهي كده كانت الحمد لله برضو كانت خمرت. وهنبدا بقى ان احنا ايه نشكلها زي ما احنا عايزين. انا جبت الصاجه دي، قلت اعمل فيها ايه واحده كبيره كده اهوت، واعمل في الباقي الصغير. الكميه دي الكيلو ده عمل معايا 3 صواني. انت حسب بقى الصواني بتاعتك. انت ممكن العجين ده يوصل معاك ل4، ممكن يوصل معاك ل5، حسب الصواني بتاعتك وحسب السمك اللي انت عايزاه. بس معروف ان الكيلو غالبا بيعمل 4 صواني، تكون حجمها وسط. هنا بقى الموبايل لما بيبطأ كده بيكون التليفون بيرن. بصوا، الميزه بقى في اللي انا بعمله ده اللف ده ايه، انك انت لما بتفضلي تبرميها جوه بعض كده بت وتفرديها بتبقى العجينه من جوه هشه، فيها فراغات كده وفيها هوا، ما بتبقاش مكتومه. فانت لما تمسكيها زي ما بنعمل الفينو، لو حد عارف الفينو بيتعمل ازاي، مش احنا بنفرده كده وكده نفضل نبرمه نلفه عشان يديكي من جوه فراغات. برضو البيتزا بتعملها نفس الكلام، تمسكي الكوره بتاعتك اللي انت هتفرديها وتفضلي تلفيها جوه بعض بتاع 8 9 10 لفات زي ما تحبي، وبعد كده تقومي فردها زي ما انا بفردها كده، بيكون بقى من جواها فراغات تخليها هشه مش مكتومه. هنا بقى عشان الزيت اللي انا حطه من تحت دوت عمال ايه يزحلقها، ما كنتش عارفه انفردها كويس. المفروض كنت حطيتها على الرخامه وحطيت حبه دقيق في الارض كده وفردتها، وبعد كده نقلتها على الصاج. بس انا ايه مركزتش يعني، خلاص بقى انا بجد كنت بهيس. كان الوقت اتاخر وما كنتش فطرت وجايه بقى فاصله، وكانوا عاملين يزنوا عليا ان هم عايزين ياكلوا. والحاجه اللي بتاخد مني وقت في الاكل هم مش بيحبوها، مش يعني بيحبوا ياكلوها بس مش بيحبوا ان اعملها في البيت. زي المحشي الكرنب ده بيكرهوا الساعه اللي انا بعمل فيها محشي، لان برضو انا بتغابى وباجي اعمله وانا راجعه من الشغل، اللي هو برجع الساعه 4:30 واقعد اعمل محشي. فعلى ما بياكلوا بتبقى 7 7:30. فما بيشوفوا ان انا جايبه محشي في البيت بيعيطوا والله العظيم، احنا مش عايزين ناكله. فدي اكيد من اللي شافوه النهارده دوت اكيد مش هيطلبوها تاني. بس بقى عماله احاول اسيسها كده وافرد فيها والزيت يلمها تاني، انا افردها والزيت يلمها تاني لحد ما وصلتها للشكل دوت وثبتها على كده بقى. طبعا احنا عارفين اول حاجه هننزل بيها هي الصلصه. هنحاول بس نسيب ايه يعني حروف باينه كده عشان خاطر لما الوشها يحمر نبقى احنا عارفين. يعني ماشيين مع بعض خطوه خطوه كده، حتى لو تقلت عليكم استحملوا بقى
عشان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه يعني، وتبقى عايزه حاجه بسيطه جدا من غير تكلفه. انت لما تخشي على اليوتيوب بتكتبي الطريقه اللي انت عايزاها بتلاقي حاجات تخضك. طب ايه ده، طب انا هحط العجينه مش عارف ايه، طب انا هجيب لها لبن رايب، طب انا هجيب لها كل حاجه طبعا غاليه وتقطم الوسط، والناس بتدور على اقل حاجه تقدر تعمليها. يعني الحاجات دي انا كلها اشتريتها من بره، والله العظيم كانت هتعدي معايا، لكن الحمد لله عشان حاجه كانت موجوده في البيت، ويا رب يعني دايما بيوتنا عمرانه، ما كلفتنيش حاجه. لكن لو هشتريها من بره انا في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه ده انا ما كنتش هعملها ولا كنت هجيبها. الواحد دلوقتي بيدور على اقل حاجه يقدر يعملها وبرضه في الاخر تبسطه. انا قطعت بقى الفلفل زي ما انتم شايفين، قلت اعمل بالشكل دوت، ما رضيتش اقطعه بقى مكعبات، قلت نغير يعني. رصيته بقى كده، ورصيت شويه البانيه اللي احنا قطعناهم، يبقى برضو ايه حبه صغننين، قلت ايه احذفهم في واحده تانية، عشان ايه اللي تقع في حته في بقه يقول ياه ده كلها فيها بانيه، فاحنا نكمل بقى، نضحك نغشهم. وننزل بعد كده بقى بشويه الجبنه اللي احنا مجهزينهم دولت. العجينه انا ما كنتش حاطه لها ملح لان انا نسيته. انت ممكن تحط ذره ملح صغيره جدا جدا، يعني يعني لا مش ربع، سنه صغيره من الملح. ممكن بايدك كده تحط رشه ملح على العجينه وانت ايه، مش على العجينه. بعد ما بتحطي الميه والسكر اللهم صل على النبي والخميره، بتقومي نازله وبعد ما تخمر شويه تقومي نازله عليها بالملح عشان خاطر تدوب في الميه. بتديكي سنه، يعني بتخلي برضو العجين طعمها مظبوط. انا والله ما حطيتش ملح، والعجين كان طعمه تحفه 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 تحفه. الحته اللي كانت بتبقى فاضيه ما فيهاش بانيه ولا جبنه اللي هو الاحرف دي، كانت حلوه جدا، يعني فعلا تتاكل ما تترميش. يعني في عيال او في ناس ما تاكلش الحروف، لا احنا كله 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 الحمد لله اتاكل. انا اول واحده كده خلاص شلناها اللي هي في الصاجه دي كانت اكبر واحده فيهم، ما حطيتش فيها زيتون ولا حطيت فيها شطه، عشان خاطر ايه فريده وسليم لا بياكلوا زيتون والله ولا بياكلوا الفلفل. في الاخر الفلفل ده كان بيشيلوه كده وانا اللي كنت باكله، عشان كده ما رضيتش نقطعه مكعبات صغيره ونفضل بقى ننقي. فهي على الاقل واحده واحده تتشال وخلاص. ودي برضو اللي حبه البانيه المعلقتين اللي بقى دولت هنطورهم كده على الصينيه دي. وبرضه نحط لها بقى بصل، نحط لها فلفل، وهندلعها بقى. رصينا بقى الفلفل، نرص برضو رصينا البصل، نرص بقى الفلفل برضو زي ما انا بحط واحده واحده كده عشان يدوك شكل كويس. ننزل بقى بالجبنه، ودي كده ايه تاني واحده بقت جاهزه معانا خلاص. هنشيلها بقى نحطها جنب اختها، شايفين شكلها حلو ازاي. ونبدا برضو نعمل التانية زي ما قلت لكم، لف برومي 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 كده تلفيها جوه بعضها عشان تبقى من جوه هشه كده وطريه ومش معجنه ببعضها. دي خطوه مهمه جدا في العجينه يا جماعه، خليكم فاكرينها ما تنسوهاش. برمها لجوه كده بيخليها من جوه طريه وهشه كده، مش مكتومه. نحط برضو شويه زيت صغيرين، نوزعهم في الصينيه، ونبدا برضو نفرد العجينه بتاعتنا ونكملها.
لو وصلتوا لحد هنا بقى ولسه ما دوستوش اللايك، دوسوا اللايك. نبطل بخل شويه، نعتبرها صدقه كده. لو بتصدقوا مش هتدفعوا كتير، فاللايك مش هيدفعكوا حاجه. نفردها بقى كده حلو. دي كانت بقى ايه اخر حته في العجينه، فكانت يعني دي كانت مليانه بقى، كانت المفروض في العجينه حلو، في الصينيه حلو، كانت واخداها كلها كده، وكانت سمكها كان تخين. فعشان كده لو كنت خدت حته من دي على حته من دي على حته من دي، كنا عملنا صينيه ايه رابعه. وعايزه اقول لكم ان دي بالنسبه لي كانت احلى صينيه، كانت احلى واحده فيهم الصراحه، لان انا بحبها، مش بحبها رقيقه. هي مع ان البيتزا بتبقى رقيقه المفروض متبقاش عجين، بس انا بحبها تبقى ايه حلوه كده، ماسكه نفسها، اتعودت اكليها كده. حطيت بقى اخر حبه صلصه، دي الواحده اللي حطيت لها شطه، عشان ايه قلت هم ما ياكلوش منها، ابقى انا عارفه ان ايه ان دي بس اللي فيها شطه. هرش بقى شطه كده عليها، وكان طعمها ما اقولكوش، كانت تحفه. دي بقى لا كانت بانيه ولا كان اي حاجه، كانت هي الصلصه والفلفل والبصل والزيتون وشويه الجبنه، وكانت تحفه والحمد لله. زي ما قلتلك اي حاجه عندك تقدري تحطيها، عندك جبنه فيتا تمام، عندك جبنه براميلي تمام، اي حاجه عندك تقدري تشكلي بيها هتحطيه وخلاص. سوسيس بقى، لانشون، اي حاجه اي حاجه، ما تفكريش تحطي عليها ايه. انا كنت مطلعه البانيه دوت عشان كنت عامل بانيه ومكرونه، بعد كده قلت طب ما انا اغير واعمل لهم بيتزا، العيال كلها بتحبها واحنا كمان بنحبها. فاخدت منها حتتين كده 3 وقطعتهم وعملت منهم بيتزا، والباقي سبته برضه هنعمل بيه بانيه. احنا لازم برضه ندبر امورنا يعني، عشان نحرم نفسنا من حاجه عشان خاطر الدنيا غاليه. نحط بقى الزيتون بعد ما حطينا الفلفل والبصل، ونحط بقى ايه شويه الجبنه اللي عندنا، بقيتهم بقى اخر حاجه خلاص نحطهم، ونبدا نحوش جبنه تاني. بصوا بقى، لما بتحطي معلقه صلصه كده تنطوريها كده عليها على الموتزاريلا من فوق وتيجي تسيح، بتبقى من فوق بقى كده ايه الموتزاريلا كده محمره وتدوب في بعض. بصوا بتبقى حلوه، جربوها والله بجد، دي كانت عجباني جدا جدا جدا. لما حطيت الصلصه عليها من فوق كده وتساحت مع الجبنه، هتشوفها في الاخر شكلها حلو قوي، وكان طعمها حلو جدا. كده بقى خلاص، كده جهزنا الثلاث صواني بتوعنا. هشيل بقى دي، وهثبت وهروح ايه الم الدنيا حواليها بسرعه بسرعه، واشغل الفرن يسخن، ونبدا اللي احنا بقى ندخل ايه الحاجه بتاعتنا. شايفين دي اول واحده اهي كانت قعدت بقى وارتاحت، والتانية والتالتة، وهنبدا نسويهم بالتدريج. اول واحده خلصت هي دي اول واحده انا هندخلها الفرن، وكنت بقى قشرت بطاطس وحضرتها وغسلتها وتمام. اول ما هدخل في الفرن هبدا ان ايه احمر بطاطس. بصوا بقى انا كنت شغلت الفرن وسخنته وشلت الشبكه، واول واحده عملناها هي اللي هندخلها. انا حطيتها من تحت بقى خالص قريبه من الفرن من تحت. فانتوا لو عملتوا كده خلي بالكوا خلي بالكوا خلي بالكوا عشان ما تنشفش منكم. هنا بقى كانت الصاجه دي كانت استوت من تحت، احمرت خلاص، وحطيتها بقى على الشوايه من فوق عشان خاطر فوق من تسيح يعني. وحطيت الشبكه بتاعتي وحطيت عليها الصينيه التانية عشان ايه ننجز بقى تحت شغال فوق شغال لحد ما سويت التلاتة. وحمرنا البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وكله خلاص بقى جاهز معانا. اللي هي لوحدها اللي هناك في وش دي اللي كانت الصاجه، والاتنين التانيين اللي في الصواني اللي انا بقطعها اللي هي دي اللي كانت سبايسي، وكانت مليانه يعني ايه سمكها اعلى شويه، اعلى واحده فيهم، وحتى باين من الحرف اهو ان هي ايه عاليه، وكانت دايبه طريه جدا. بصوا بتفك من بعضها من كتر ما هي كانت طريه وهشه من جوه. لو لسه بقى بتتفرجوا على الفيديو وما دوستوش لايك، دوسوا لايك واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد بنعمله وهنعمله باذن الله. وانا عارفه اتاخرت الفتره اللي فاتت دي، بس معلش بقى عشان عندي ظرف في نفسي ضغط عصبي. ادعوا لي ربنا يفك كربي وكربكم ويريح قلوبنا ان شاء الله كلنا.